هذا رجل مربي أغنام، فخطب له واحدة مطلقة وهي مديرة مدرسة، كتب الله بينهم الوفاق وتزوجوا. اشترطت عليه اشتراط، قالت لا تجي أنت جاي من الغنم إلا تروش تنظف كامل، تقول أنا ما أطيق ريحة الغنم. سبحان الله. كان شرط أساسي. ووضعت عند الملحق ملابس خاصة، تقول إذا جيت غير هدومك وتروش هنا، لا تدخل داخل البيت. إن دخلت ترى أنا ما أقبل في حضورك نهائي. الرجل تقيد في بداية الأمر، ثم بدأ يتكاسل بعض الأيام، يجي يغير الملابس وهو ما تروش، فالريحة بين اللي ريحة غنم. سبحان الله، مهما حتى أصلا لو تطيب تطلع الريحة. صحيح. فكانت تتذمر منه. حصل بينهم وقفة نفس شوي، قالت لا تدخل البيت، الله يرضى عليك والريحة ذي معك، أنا ما أطيقها نهائي. وإنسان عطاه الله الحكمة والتروي، ما هو بعجل، ما يستعجل في تصرفاته وكذا، لكنه ذكي. هو اشترى من الماعز الأقزام الصغيرة هذه اللي تجي كبر اليد بعضها. بعد فترة كذا جابها هدية، قال ايش رايك بهالهدية؟ هي أعجبت فيها، صغيرة، يقولون كله صغير حبوب، سبحان الله، عاد إلا أشياء محددة. فبدت تلاعبهم، بين فترة وفترة يجيبهم لها يحطهم عنده وتروشهم وكذا. قال الحين والله شوفي أنت تراهم هدية، ولا والله أنا أقدر أوديهم وأجيبهم، أبى أجيبهم رضاعات ورضعيهم بالبيت. بدأت هي ترضعهم. يوم أخذ تقريبا أسبوعين، قال أشوف أمهم ماشي، هي توأم، قال أشوف أمهم سبحان الله كثير تفاقدتهم وكذا، وأنا والله راحمها، خلي باخذهن وأوديهن. راحوا وداهن، كل يوم تجي تجيبهن، قال لا قه تشوفيهن انت. بدت هي تروح تشوفهن وتقف عندهن شوي. المهم سبحان الله العظيم، عاد يقول شوفي امسكي يمهم عشان يرضع منها صح. وبدت هي تمسك عنز ويرضعون، وشوي شوي سبحان الله الا يوم ريحه اندمجت معها، وانطبق عليها المثل القائل كثرة المساس قد الإحساس. الريحة اللي تكره من أول محبوبة عندها، وصارت يوميا تجي، وكل ما أخذ لها شهرين ثلاثة أهداها واحد ثاني زاد حتى يزيد الشوق، وبدأت تستمر تجي للغنم. وعاد يؤخذ من القصة هذه عبر كثيرة جدا نتركها للمشاهدين الكرام.